المونتاج بنستخدمه ليه وظهر امتى؟ وشكل المونتاج زمان كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي دلوقتي؟ وايه هي ادوات المونتاج؟ هجاوبك على كل اسئلتك دي في الفيديو النهارده. المونتاج ظهر على يد سيرجي ايزنشتاين، كان بيستعمله ساعتها في افلامه سنه 1923. المونتاج زمان كان بيتعمل بطريقه مانيوال او انالوج، يدويه. يعني ازاي؟ يعني ايه كان بيتعمل بطريقه مانيوال او انالوج؟ عشان تفهم لازم افهمك ان زمان ما كانش موجود كاميرات الديجيتال اللي هي بتصور دلوقتي، اللي هي على سبيل المثال مثلا لو انت طلعت موبايلك وبدات تتصور فالسنسور بيلقط الضوء وبيحوله لاشارات كهربائيه وهكذا. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في حلقه ممكن تشوفها من الكاردز هنا. لا تعالى خلص الفيديو دلوقتي بعدين نروح شوفها، حط لايك يلا دلوقتي. انما زمان كانوا عشان يصوروا فبيستخدموا تقنيه اسمها الفيلم. تقنيه الفيلم عباره عن ان الفيلم ده شريط مصنوع من البلاستيك وبعض المواد الكيميائيه المحدده. الشريط ده مجرد ما بيتعرض للضوء بيتحرق. كانوا بيصوروا ازاي؟ كل الفكره ان بكاميرات عاديه جدا بس مكان السنسور بيكون فيلم وبيكون قدامه شاتر برضه. مجرد ما بيفتح الضوء بيخش يحرق على الفيلم شكل الصوره ويقفل تاني، فالفيلم يطلع لك بطرق معينه وتحميض وقصه طويله مش هنخش فيها. الصوره بتظهر على الفيلم. ممكن نبقى نعمل حلقه مخصوص نشرح فيها الفيلم وتقنياته اللي بتتطور لحد النهارده، وده خلاها بتستخدم في اكبر الافلام اللي بتنتج زي فيلم اوبنهايمر. المهم شريط الفيلم اللي هو متصور عليه فيلم بيكون مخزن في بكر. البكره دي بتركب في الكاميرا ويبدا انه يتصور عليه الفيلم او الفيديو. بيكون شكله عباره ان هو فريمات مرصوصه تحت بعضها في شريط الفيلم. كانوا بيعملوا مونتاج ازاي؟ انت عشان تتفرج على الشريط ده كان لازم تشغله على بروجيكت، فهم عملوا جهاز بيقرا الصوره اللي على الشريط ده ويخليها لك قدامك، فبالتالي وانت تتحرك على الشريط يبقى عندك الامكانيه انك تعرف ايه الفريم اللي انت واقف عليه دلوقتي. فنفترض مثلا ان في 3-4 فريمات عايزين نشيلهم، فهنعمل فيهم ايه؟ هنقصهم؟ لا احنا هنقصهم بجد، هنقصهم فعليا بآلة حاده وهنقطع الفريمات دي. هم كل اللي كانوا بيعملوه ان الجهاز بيكون مدمج فيه آلة حاده، بيجي عند اول فريم عايز يشيله ويقوم قاطع ويجيب شريطين الفيلم الجداد اللي هيركبوا مع بعض ويلزقهم جنب بعض بلزق لزق قطعه سوليتيب بيلزق الفيلم وبس كده خلاص الكات اتعمل. انت متخيل المونتاج زمان كان عامل ازاي؟ حتى لو تلاحظ دلوقتي هتلاقي ان شكل التايم لاين في معظم برامج المونتاج هو اصلا شبيه لشريط الفيلم، وبرضه بنقص عليه ونلزق نفس الفكره، بس الفرق ان هو بيتعمل على الكمبيوتر ديجيتال. طب ليه بنستعمل المونتاج؟ المونتاج مثلا في السينما، المونتاج في السينما كمونتاج هو يعتبر امر بسيط، مهمته بس انه ينقلني من مشهد لمشهد تاني خالص، لكن التاثير اللي بيطلع من امر زي ده هو تاثير كبير جدا لانه بيأثر على رتم الفيلم، الرتم اللي الفيلم ماشي بيه. طب ده انا هستفيد منه بايه؟ ظبطك لرتم الفيلم هو بيغير تماما الاحساس اللي انت عايز توصله لي على حسب الفيلم اللي انت عامله بيتكلم عن ايه، او انت عايز توصل لي في اللحظه دي احساس عامل ازاي. عشان كده المونتير هو المخرج الثاني للعمل. انما مثلا المونتاج بالنسبه لصناعه الفيديوهات وده اللي يهمك اكيد، المونتاج في صناعه الفيديوهات هو اداه قويه جدا جدا جدا، ان هو بيدينا حاجات كتير قوي تساعدنا، زي مثلا ان انا اضيف محتوى اضافي على الفيديو اثناء ما انا بتكلم دلوقتي فاشرح لك انا اقصد ايه. مثلا انا بتكلم على سنسور الكاميرا فاحط فيديو فيه سنسور الكاميرا باين فانت تفهم قصدي بشكل افضل، او مثلا استعمل مؤثرات صوتيه تخلي تركيزك وانتباهك معايا طول الوقت. والنقطه الاهم لصناع المحتوى انك تقدر تمسح السكتات. مش متخيلين انا ممكن اعيد الجمله قد ايه، بس طبعا كل ده عشان اوصل لافضل واحسن تيك عشان الفيديو يطلع بافضل شكل ممكن. فعشان التعب اللي بتعبه ده كله اعمل لايك واشترك دلوقتي في القناه. برامج المونتاج مش بس بتسمح لنا بالحاجات دي، برامج المونتاج دلوقتي بقت متطوره جدا، بتديك جرافيكس، موشن جرافيكس، ممكن تحط كتابات، ممكن تغير الوان الفيديو وتعمل تلوين للفيديو، حتى كمان للاسف الشديد الذكاء الاصطناعي بقى موجود في برامج المونتاج. هشرح لك دلوقتي بعض طرق الكتات وهقول لك احنا بنستعملهم ليه وايه الهدف منهم. اول كات هي بسيطه وسهله ولكن تاثيرها قوي جدا، وهي الجامب كات اللي بتحصل دلوقتي. وانا بصور الفيديو ده انا بقول جمله وبسكت وبقول جمله وبسكت، فلما باجي اعمل كات للسكوت ده فانا ببدا الكات من اول ما بسكت على طول وبنهيها عند الجمله الجديده، فبالتالي ده اسمه جامب كات. انا نطيت فجاه للمشهد اللي بعده بس انت مش حاسس ان المشهد بيتغير، ده لاني قاعد وثابت في نفس الكادر. الجامب كات ممكن استعمله ان انا اوصل لك بيه معاني كتيره قوي بجد. نفترض مثلا اننا عندنا شخصيه والشخصيه دي هيمر عليها فتره زمنيه وانت عايز تفهم المشاهد في شويه فريمات ان الشخصيه ديت عدى عليها مده طويله. انت ممكن تقعده في كادر ثابت وتفضل تتنقل جوه الكادر ده بالجامب كات. تيجي مثلا مشهد ليه وهو قاعد ما بيعملش حاجه، مشهد تاني على طول جامب كات في نفس الكادر بس مثلا هو ماسك الموبايل، جامب كات تاني في نفس الكادر وهو قاعد في مكان تاني بس الكادر يفضل ثابت.
ده بيوحي ليك ان الشخصيه مر عليها مده طويله من الزمن ومل وحس باحساس الملل. الطريقه دي طبعا بتستخدم في افلام كتيره جدا، وتقريبا ما فيش فيلم احنا اتفرجنا عليه ما فيهوش الجامب كات. والجامب كات مش ده استعمالها بس، انا ممكن احسسك ان الشخصيه مثلا مجنون او بدا يفقد عقل باني اخلي الشخصيه هو قاعد في كادر برضه ثابت، بس الفرق ان هو هيبدا يعمل بعض الانفعالات البعيده عن بعضها والمختلفه عن بعضها، يعني يضحك، يبكي، ما يعملش اي حاجه، يتكلم فجاه بصوت واطي، يتكلم بصوت منخفض، وهنتقل ما بين كل رد فعل منهم بجامب كات على طول. مجرد ما يبدا رد الفعل من اول رد فعل الاول واقفل عند اخر رد الفعل، وابدا من الرد الفعل اللي بعده واقفل عند اخر رد الفعل، فابقى كده عملت جامب كات ما بين كل رد فعل والتاني. فبالتالي انت وانت قاعد اكيد هتحس ان الشخصيه دي فيها حاجه مش مظبوطه. طب انا كده وصلت لك احساس ان الراجل ده مجنون. وممكن برضو استخدم الجامب كات في ان انا اعمل بيها مشهد كوميدي، بحيث اني اوصل لك مدى العبثيه اللي حاصله جوه المشهد، زي المشهد ده مثلا من اتش دبور. تاني نوع من القطات وهو ال كات. اسمه ال كات لان هو برنامج المونتاج بيبقى عامل شكل حرف ال. طب يعني ايه ال كات؟ نفترض ان احنا عندنا مشهد الف ومشهد ب. ال كات معناه ان صوت مشهد الف هيفضل مكمل بعد ظهور صوره مشهد ب. عشان اوريك مثال وتفهم، انا دلوقتي هعمل ال كات وانا قاعد دلوقتي بكلمك، انت حاليا شايفني ساكت لان حاليا الصوت اللي انت سامعه ده صوت المشهد الاول، لكن المشهد اللي انت شايفه ده المشهد الثاني. طيب فايدته ايه ال كات؟ بص، ال كات انت ممكن تستعمله في حاجات كتيره جدا، ممكن تعمل بيه اشكال كتيره جدا جدا جدا. ممكن نختصرها عشان تفهم الاساس بتاعها، انها بتخلي حدث معين تاثيره لسه مكمل لمده من الزمن. مثال زي مثلا في فيلم تراب الماس وماجد الكدواني، اللي هو وليد سلطان في الفيلم قاعد قدام اللجنه الرقابيه بعد هما مسكوا عليه تسجيلات مكالمات وهو بيطلب رشوه غير اخلاقيه من مرات زميله، فطبعا احالوه للتحقيق وكان الموضوع صعب عليه. لو انت اتفرجت على الفيلم هتبقى فاهم ان شخصيه زي شخصيه وليد سلطان حاجه زي دي انها تحصل له مش بالامر الهين او البسيط، فاكيد الكلام ده اثر فيه بشكل كبير جدا. وعلى طول ننتقل للمشهد اللي بعده وهو ماشي بعربيته ولسه صوت المشهد الاولاني شغال. أسأت لنفسك كتير قوي، مش لنفسك وبس، ولزمايلك وللداخلية كلها. انت عارف كويس قوي السيئة بتعم الحسنة بتخص. سيادة العقيد، انت من النهاردة موقوف عن الخدمة. ده طيب معناه ايه؟ معناه ان الحدث اللي حصل في المشهد الاولاني كان حدث تقيل جدا على الشخصية وساب اثر كبير جدا في الشخصية، وده بدليل ان هو لسه عمال يفكر في الكلام اللي اتقاله. ثالث نوع من القطات وهو الجي كات. خلي بالك الجي كات والال كات يعتبروا الاثنين من نفس النوع، بس الفرق ان الجي كات هو عكس ال كات، باين برضو من اسمه ان هو بيعمل حرف جي. ايه هو الجي كات؟ الجي كات معناه ان صوت المشهد ب اللي هو المشهد الثاني هيبدأ قبل ظهور المشهد ب نفسه. ده استخداماته كتيرة. ممكن مثلا لو مشهد فلاش باك للشخصية، فممكن نخلي صوت مشهد الفلاش باك يظهر من قبل ما المشهد نفسه يبتدي، فده يدي لك ايحاء ان الشخصيه قاعده بتفتكر. ممكن برضو استعملها عادي في ان انا اخلي كات تبقى ناعمه شويه، ده ممكن. وخلي بالك ان الجي كات والال كات الاثنين دول ممكن يستعملوا مثلا في مشهد حديث بين شخصين. لو المشهد عباره ان اتنين قاعدين كل واحد قاعد في كادر منفصل عن التاني وعايز انقل ما بينهم، فانا ممكن انقل ما بينهم بالجي كات والال كات، كاني مثلا قاعد ساكت واللي قدامي قاعد بيتكلم، فانا قاعد مستمع ليه، فانا وشي اللي ظاهر وصوته اللي مسموع، ونفس الكلام في العكس. وخلي بالك برضو مش شرط ان مشاهد المحادثه اللي بيكون الشخصيه واخده كادر لوحدها يتعمل بالطريقه دي، ممكن عادي برضو يتعمل جامب كات كل وش شخصيه وهو بيبدا يتكلم، ده هيوصل معنى وده هيوصل معنى تاني. خلي بالك هو مفيش صح وغلط، الفرق كله انت عايز توصل ايه. وده كان استخدام الجي كات. خلي بالك انا ما شرحتش كل حاجه في استخدام الجامب كات والال كات والجي كات، ان دول موضوعهم كبير قوي، وكده احنا هندخل في قصه اخراج، ولو اخراج فاحنا محتاجين فيديوهات طويله جدا. المونتاج هو بحر كبير جدا، وكل ما اتعمقت فيه هتلاقي لسه فيه اكتر واكتر. انا ما حبيتش اخلي الفيديو معقد، حبيت بس ان اخلي الفيديو بسيط واتكلم على بعض اساسيات المونتاج. بما اننا اتكلمنا عن اساسيات المونتاج، لو ما تعرفش اساسيات بدء صناعه المحتوى اتفرج على الفيديو ده، هيساعدك جدا ازاي انك تبدا في صناعه المحتوى. ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب. سلام.